السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن مشكلة جديدة، مشكلة تخص الحياة الزوجية او العلاقة الزوجية. النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات هي السبب الاساسي اللي تخلي زوجتك تقفل منك في العلاقة الحميمة. احنا عارفين ان العلاقة الحميمة دي سبب اساسي من اسباب نجاح الحياة الزوجية. العلاقة الحميمة دي سبب مهم جدا لنجاح الحياة الزوجية بين أي اتنين متجوزين. أنا بتكلم عن مشاكل العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمة بين أي اتنين متجوزين، ماليش دعوة بأي علاقات تانية يا جماعة. أنا بخاطب هنا الناس المتزوجة فقط. مشكلة النهاردة هنعرف الحاجات اللي بتخلي الزوجة تنفر من زوجها أو تقفل من جوزها في العلاقة الحميمة. شوية أسباب بيعملها الزوج أو شوية أسباب بيعملها الراجل بتخلي الست اللي معاه تقفل وتنفر منه في العلاقة الحميمة. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، ودي هتكون حلقتنا النهاردة. فضلا وليس امرا، لو بتشوفوني هنا لاول مره على اليوتيوب انا هبه ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتوش في القناه من فضلكم انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قل عشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. لايك كتير علشان الفيديو اللايك بيرفع الفيديو وبيفرق مع القناه جدا، وشير علشان غيركم يقدر يستفيد. يلا خلونا ندخل في موضوعنا علشان ما اطولش عليكم. اسباب تخلي زوجتك تقفل منك في العلاقه الحميمه. هنتكلم عن شويه تريكات كده وشويه حاجات بسيطه لو اتبعتوها صدقوني هتطلعوا بكواليتي كويس في العلاقه الحميمه. طيب ايه الحاجات اللي بيعملها الزوج ممكن ما يكونش واخد باله منها بتخلي زوجته تقفل وتنفر من ممارسه العلاقه الحميمه معاه؟ اول حاجه ونقطة مهمة جدا وهو كيفية التعامل مع الزوجة قبل العلاقة الحميمة. ما في بدايات للعلاقة الحميمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يقع على بعضكم على بعض كالبعير، يعني لازم تداعبها وتداعبك. الحديث صريح. بالنسبة للرجالة اللي بتدخل في الموضوع على طول أو بالنسبة للزوج اللي بيدخل في الموضوع على طول، لازم يبقى في بدايات حلوة. يعني انت راجع من الشغل تاخد شاور، جايب لها حاجه مثلا في ايديك، ان شاء الله باكو شوكولاته، اي حاجه تفرحها بيها، تاخدها في حضنك تبوسها، عامله ايه، اخبارك، وحشتيني، عامله ايه. تدخل تاخد شاور، تقعد تاكل لو هتاكل مثلا، تريح شويه لو هتريح، تاخدها في حضنك بقى، تطبطب عليها، تقول لها كلمتين حلوين، تناغشها. ايه مثلا البيجامه الحلوه دي، ايه الدرس ده لونه حلو عليكي، شعرك كده تسريحته النهارده احلى، خدي انا جبتلك مثلا الشوكولاته دي، تعالي ناكلها مع بعض. يعني كده كلمتين حلوين، دي بدايات تخلي تفتح نفسها ان هي انت كده بتهيئها او بتلمح لها ان النهارده هيحصل حاجه. فما ينفعش ان انت ترجع من الشغل يلا هوب نعمل علاقة. طب هي مش مستعدة، راجعة من الشغل عرقانة تعبانة قرفانة زهقانة. تصرفاتك قبل العلاقة الحميمة بتفرق جدا مع الزوجة، بتفرق جدا 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 في تهيئة الزوجة لممارسة علاقة حميمة مع زوجها. دي اول نقطة. تاني نقطة، النقطة اللي بعد كده قبل العلاقة الحميمة على طول، ايه اللي بيحصل؟ تضحكوا بقى، تمشوا على الحيط، ترقصوا، تشغلوا مزيكا، تشربوا حاجة، تهزروا مع بعض، تجروا ورا بعض. انت بتتصرف ازاي؟ يعني لازم يكون في تصرفات زي كده، تاخدها في حضنك، تبوسها، تلعب كده في شعرها شويه، يعني تصرفات كده يا جماعه. يعني ايه، شغلوا دماغكم معايا، يعني انتوا اتنين متجوزين، طالما انتوا بتعملوا اي حاجه في نطاق الحلال اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، يعني اتدلعوا زي ما انتوا عايزين، يعني جهز زوجتك زي ما انت عايز طالما في نطاق الحلال. هو ده اللي انا عايزه اوصله لكم. النقطه اللي بعد كده، اثناء بقى ممارسه العلاقه الحميمه، ايه اللي بيحصل؟ هي بتصل للنشوه، هي بتستمتع معاك، هي بتحس بانوثتها معاك، ولا الموضوع مش مسألة وقت؟ عشان تبقوا عارفين بالنسبة للأزواج الرجالة اللي فاكرة ان الموضوع مسألة وقت، ده ساعة واتنين وده انا هيرو، ده ساعة واتنين يعني هو مش بالوقت. يعني خير ما قل والجودة كانت كويسة، يعني هو ده اللي انا عايزة اقوله لكم. يعني حتى لو وقت قليل والجودة كويسة شكرا، كده الاستفادة بتبقى اكتر.
لكن وقت طويل وانا يعني وهي ما استمتعتش، فايه الفايده من كده؟ مهم جدا جدا ان زوجتك تصل للنشوة، ومش تصل للنشوة ولا غصب ولا عافية ولا ضرب ولا لا. انت كراجل، انت كزوج، شغل دماغك واعرف ازاي زوجتك تستمتع معاك في العلاقة. تمام. النقطة اللي بعد كده النظافة الشخصية، ودي مهمة جدا جدا جدا. زي ما انا بعمل فيديوهات على القناة الاساسية هنا على اليوتيوب اسمها هبة والمرأة، دي قناتي الاساسية، لكن قناة المشاكل دي قناتي التانية. بعمل فيديوهات توعية كتير، ارجعوا للقناة ان شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها. زي ما بنصح السيدات والبنات يحافظوا على العناية الشخصية والنظافة الشخصية، يحافظوا على العناية الشخصية وعلى النظافة الشخصية. نظافتك الشخصية مهمة جدا 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 بالنسبة لزوجتك. الملابس اللي انت بتلبسها مهمة جدا 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 بالنسبة لزوجتك. يعني ما ينفعش مثلا، في ستات ما بتقبلش ابدا ان زوجها مثلا يلبس كلسون او يقعد مثلا بالملابس الداخلية كده يقعد في البيت، لا، هي عايزاه يسرح شعره ويحط كريم ويحط برفان ويلبس تريننج حلو، يعني عايزة تشوفه في احسن حالاته كأنه خارج كمان ونازل يقابل حد، عايزة تشوفه معاها كده، حقها. كمان النظافة الشخصية، نتكلم بقى عن النظافة الشخصية كده ايه بتفاصيلها. ريحة الفم، غسيل الأسنان، حلاقة الدقن، حلاقة الراس، شعر الراس، قص الأظافر وتظبيط الأظافر. كل ده بيفرق جدا 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 مع الزوج، مع الزوجة. كل ده بيفرق جدا جدا مع الزوجة. أثناء طبعا ممارسة العلاقة الحميمة، إزالة الشعر تحت الإبط، المنطقة الحساسة بالنسبة للزوج. كل ده، يعني كل اللي انا بقوله، يعني كل الاماكن اللي انا بقولها عليها دي، اللي بقول عليها دي، لازم تحافظوا جدا فيها على النظافه الشخصيه. ما احنا اتنين متزوجين بنبقى قريبين جدا لبعض، بيبقى في تقبيل او بوسه، ها. إيه طبعا ريحه الفم بتفرق جدا. سيدات كتير ما بتحبش التدخين. انت بتتعامل مع زوجتك ازاي وانت بتدخن؟ قبل ممارسه العلاقه الحميمه بتدخل تغسل اسنانك وتاخد اي نعناع ولا اي حاجه علشان هي ما تنفرش منك. ده بيبقى سبب قاطع على فكره لنفور الزوجه من العلاقه. سيدات كتير بتكتب لي انا انا مش طايقه ريحته وحشه، ما بيستحماش. يعني ما تزعلوش من كلامي، ده فعلا بيحصل. ما بيغسلش اسنانه، يعني ببقى مش قادره ان انا ابوسه، مش قادره ان انا اقبله بسبب عدم عنايته بالنظافه الشخصيه. ما بيعملش ازاله شعر طبعا، وعرق بقى وحك واحتكاك بقى وشغل طول النهار، يعني الريحه بتبقى مأساة. يعني زي ما هي بتحافظ على نظافتها الشخصيه وانت عايزها فله شمعه منوره، انت كمان لازم تبقى فله شمعه منوره، وريحتك حلوه، شكلك حلو، شكلك جذاب ليها، شكلك يفتح النفس. علشان تعمل معاك علاقه حميمه، هي النظافه الشخصيه مش مقتصره على الست والبنت والزوجه وبس، لا، كمان زي ما هي لازم تعتني بنظافتها الشخصيه، انت كمان لازم تعتني بنظافتك الشخصيه. فالنظافه الشخصيه دي مهمه جدا 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 في العلاقه الحميمه. كمان بعد العلاقه الحميمه بقى، بعد العلاقه الحميمه ايه اللي بيحصل؟ بتديها ظهرك وتنام، ولا بتاخدها في حضنك وتطبطب عليها وتحسسها قد ايه هي كانت بيرفكت، قد ايه انت استمتعت معاها، قد ايه انت يعني قضيت وقت جميل معاها بعد العلاقه الحميمه؟ ولا خلاص يعني خلصت حاجتي من عند جارتي والموضوع خلص وكمان سنه لما نلتقي تاني؟ يعني كل الاسباب دي بتخلي الزوجه تنفر من ممارسه العلاقه الحميمه مع زوجها. كل الاسباب دي بتخلي الزوجه مش عايزه تعمل علاقه حميمه مع زوجها. اعرف السبب، انت كراجل متجوز اعرف السبب، اعرف ليه زوجتك بتنفر او بتقفل. الحاجات دي بتخلي الزوجه تقفل من زوجها في العلاقه، ترفض تعمل معاه علاقه حميمه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده وخلص الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. في حلقة النهاردة كانت أسباب تخلي زوجتك تقفل منك في العلاقة. بحبكم جدا في الله. ما تنسوش من فضلكم لو استفدتم من الفيديو تعملوا لايك وشير على أوسع نطاق علشان غيركم يقدر يستفيد. أشوفكم فيديوهات تانية بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير على أوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.